الشكل على قولة الشيف رضا شكل جنين. شوف الطعم. هاي جايز، كيف حالكم؟ يا ربي كلكم تمام. أنا ريم وأهلا بكم في قناتي. اليوم 20 رمضان، فاليوم حنطيب أكل ليبي. قلت بالمرة أني نصوره في القناة على اليوتيوب ونعرفكم على سفرتنا في رمضان كيف تكون، أو يعني أهم الأطباق يعني الليبية اللي عندنا في رمضان. زي ما انتم شايفين جهزت جزء من المكونات على الطاولة. تعالوا نعرفكم على وصفة اليوم. اوكي، لو اي حد عنده اي فكرة عن المطبخ الليبي حيعرف شنو هو الطبق، بس اللي ما يعرفش الوصفة حتكون بطاطا مبطنة ليبية. هنا جهزت اهم مكونات للوصفة: بطاطا، كركم، ملح، قرفة، فلفل اسود، وهذا المكون حرارات ليبية فمهم في وصفة اليوم. هنا طماطم معجون، بصل، معدنوس، وطبعا لحم مفروم. الكمية عندي هنا 4 كيلو، فأعتقد البهارات كويسة ل4 كيلو. وتوا حنوريكم كيف حنقطعوا البطاطا. اوكي، أنا اخترت البطاطا تكون كبيرة شوية علشان نعرفها. اوكي، توا اهم حاجة كيف نقطعوا البطاطا علشان نقدروا نخلوها يعني نحشوها او تكون مبطنة. هذه بطاطا تمام. حنديروا الشريحة الاولى تكون رقيقة ان شاء الله، بس ما تخربش مني. اوكي، الشريحة الاولى، لا هذه خربت. اوكي، قصيت الشريحة هذه، فتو حندير فيها فتحة في الوسط بالشكل هذا اللي انتو تشوفوا فيه. بس بالشكل هذا علشان هنا حنحطوا الحشوة. نحطوا اول حاجة البصل، وبعدين معدنوس، طماطم معجون، وبعدين الحرارات كلهن، بهارات كلهن. اوكي، هذا شكلها. توا حنمشي نطيبها وبعدين حنحشيها في البطاطا. ولكن لو تشموا ريحة المكونات مع بعضهن البنة تجنن. اوكي، توا وقت نحشو البطاطا. طبعا انا درتها السنة اللي فاتت، فانا حطيتها في البيضة كلها، يعني في الدحية كلها. فواحدة كتبت لي لا، حطيها بس في البياض البيض، وبعدين حطيها في الدقيق، وبعدين رديها في بياض البيض، وبعدين في البقسماط اللي هو خبزة. وصح، زمردة، شكرا زمردة. السنة هذه حنجرب الطريقة من دون صفار، بس بالبياض. اوكي، نبدأ بوحدة صغيرة. طبعا كان عندي بطاطتين، فطلعت وحدات كبار ووحدات صغار. عادي، حناكل انا الكبيرة ونعطي اختي الصغيرة. موافقة فاطمة؟ تمام. حنحشو اول وحدة. اي حاجة يا باشا. اوكي، في الوصفات اللي اتفرجت عليهن قالوا ان ما تكتروش حشوة في البطاطا علشان ما تتكسرش، فانا ما كترتش الحشوة. هكي الشكل المثالي على ما اعتقد، زي ما اتفرجت في الفيديوهات. انا طبعا منهجيتي في الطبخ كلها من الفيديوهات، لان ما كنتش نخش في المطبخ من زمان وتعلمتش يعني. حاليا منهجيتي هي التيك توك.
اوكي، هذا شكل فطور الليبي اللي حكيت لكم عليه في بداية الفيديو. هذه الشوربة ليبية وبطاطا مبطنة، وطبعا أهم حاجة رز بالخلطة اللي أنا نحبه. ناقص بوريك إن شاء الله يوم 30 رمضان. أوكي، توا حنذوق ونعطيكم رأيي في طبخي. توا حناخدو تقييم أختي كل حاجة. الفطور أبدأ بالمبطن، شكله طبعا حلو، شكل عشاء، الشكل جنين مقرمش له، مقرمشة متبلة جد عشاء. صحتي. الشكل على قولة الشيف رضا شكل جنين. شوف الطعم. أحلى من بتاعت السنة اللي فاتت. بتاعت السنة اللي فاتت الحق كانت مالحة، هذه رهيبة خفيفة. عشان في الكوشة خفيفة. توا الشوربة طبعا رزي الحمد لله والفضل لله بدون زبيب. كتبتي لي خير. أنا طبعا ما نحبش الزبيب فما حطيتش لروحي زبيب. وبس والله هذا فيديو اليوم، تلاقوا فيديو جديد. باي، نمشي نكمل أكل.